السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ تحية خاصة لكل من يشاهد قناة مصطفى سلامة من مصر او من خارج مصر او من اي دولة عربية. تحية خاصة لاخواتنا المغتربين، اسعد الله صباحكم بكل خير. ورجعت لكم مع ارخص حمام برضو اسوس. حمام النهارده بقى بسعر الفلاحي بسبب ارتفاع الكلفة اللي هي ديت اكل الحمامة يا رجالة. قص حلبات صفر كتيرة طبعا زي ما واضح كده. بص لون عينيها فراخ، يعني هنقدروها فلاحي. ده اول قص. وادي القص التاني، العازب بالمسافات والترى الكريزلايه. وادي قص كريزليات اهو. وادي قص عنابره فولي اهو. طبعا يا جماعه السبيته اللي فيها الحمام دي سلكات عصافير فالعيون ضيقه. السلكات اللي فيها الحمام سلكات عصافير فالعيون ضيقه. يبقى دي جوز، وفي تيره صفرا هنا بس عقد عليها اهي، وبرضه عازبها حلبي اصفر اهو. يبقى دي كده جوز صفر او اكول. في ناس بتقول عليه اكول، في ناس بتقول عليه اصفر. ادي جوز 2 3 كريزلي 4 5 الانجليزيات احمر واسود 5 6 العنابره الفولي 7 العزم ابو كشك والتير الابيض فحم. قلنا 7 8 قص حلبيات حمر برانيل. كده قلنا 8 تجواز صح؟ تمن تجواز يا رجاله على بعض هيعملوا 1000 جنيه. التمانية على بعض ب1000 جنيه، يعني الجوز مع بعض ب 125 جنيه. الجوز في بعضه ب 125 جنيه. طبعا الذكر الحلبي ده ممكن تعمل منه زغلوله جامده رجاله. بص الفرد الحمام والبرنيطه كبيره للامانه. ده الحلب الشامي محمد جابر، ده الحلب الشامي. احنا هنا عندنا بنقول عليه ده حلب شامي. بقى عم رأفت والله العظيم فعلا، والله العظيم فعلا ما اعرف ابو وام الزغلول، بقسم لك بالله. ليه بقى؟ لان انا ساعات ببيع حمام بحضن الحصى، ممكن حمام يكون نسيت وحضنت حصاه، بس ده تحت ايه مش عارف، ومين مع مين مش عارف للامانه. وادي العنابره اهم تاني اهم في مكان ده كده ايه. دي الطيره اللي من هنا ديت يا رجاله، دي الطيره. وايوه العازب اللي وراها ده. لو قلنا كده التمن تجواز ب1000 جنيه. قص كراكنديات تراكوة 175 جنيه. تراكوة دول 175، والتراكوة دول 150. ده برضو كراكندي تركي بس احنا بنقول عليه شامي. هو التركي عشان اللون بس، تركي عشان اللون. في البنايدة البيض دول عاملين 150. دول عاملين 150 جنيه يا رجاله. صلو صباح الفل يا صلو. رقم التليفون 012 8 40 122 91. رقم التليفون 012 8 40 122 91. الدكر اهو نادر، الدكر الهندي ده هو نادر. طبعا انا مظبطه لك فاكهه امبارح اهو. الديك الهندي
بتاع نادر سعيد يا رجاله. طبعا الديك ده كنت انا واخده شرس، هو دلوقتي لما تيجي تمسك النتايه بس بيتحول، غير كده لا. غير كده الديك الهندي قاعد هادي جدا وانا سايبه وبيتعامل عادي جدا مع الناس، لكن لما تيجي تمسك النتايه بيتعامل. اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد مع مصطفى سلامه لتجاره الحمام. واحب اقول لكم اخر معلومه، كل الناس هتصفي الايام اللي جايه بسبب ارتفاع الكلفه اكتر واكتر. تصبحوا على خير يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.